اليوم ارفع الحصار عن إخواننا. لا تعتاد المشهد، تضامن واستمر في المقاطعة. السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين. وبعد ما قربنا على نهاية المسلسلات اللي اتذاعت في النص الأول من شهر رمضان، أهلا بيكم في فيديو جديد هنتعرف فيه على مواعيد المسلسلات اللي هتتذاع في النص التاني من رمضان 2024. وقبل ما نبدأ في تفاصيل الفيديو، لو انت أول مرة تشوفنا ياريت تشترك معانا في القناة وتفعل زر الجرس وما تبخلش علينا بلايك للفيديو، ويلا بينا. أهلا بيكم مرة تانية. أول مسلسل معانا في القايمة هو مسلسل خالد نور وولده نور خالد، اللي هيكون من بطولة الفنان شيكو والفنان كريم محمود عبد العزيز، وهو واحد من المسلسلات الكوميدية المنتظرة بقوة، وهيتذاع على شاشة قناة MBC مصر، وهيكون بديل لمسلسل أشغال شقة اللي بيعتبر واحد من أفضل مسلسلات رمضان لحد دلوقتي. وتاني مسلسل معانا هو مسلسل كوبرا، اللي هيكون من بطولة الفنان محمد إمام، وهيكون معاه في المسلسل محمود عبد المغني ومجموعة كبيرة من النجوم. والمسلسل هيكون ضمن مسلسلات MBC مصر، وهيكون معاد عرضه مكان مسلسل نعمة الأفوكاتو اللي من بطولة الفنانة مي عمر، واللي بيتم عرضه في الوقت الحالي. وتالت مسلسل معانا هو مسلسل فراولة، اللي هيكون من بطولة الفنانة نيللي كريم، وهيكون ضمن مسلسلات قناة DMC. والمسلسل هيكون بديل لمسلسل عتبات البهجة اللي من بطولة الفنان يحيى الفخراني. ورابع مسلسل معانا هو مسلسل بدون سابق انذار، اللي هيكون من بطولة الفنان آسر ياسين، وكمان هيكون ضمن مسلسلات قناة DMC، وهيتذاع بديل لمسلسل إمبراطورية ميم اللي بيتم عرضه دلوقتي على نفس القناة. والمسلسل اللي بعد كده معانا هو مسلسل جودة بطولة الفنان ياسر جلال، وهيشارك معاه مجموعة كبيرة من النجوم. والمسلسل هيكون ضمن مسلسلات شاشة قناة أون، وهيتذاع بديل لمسلسل مسار إجباري اللي من بطولة الفنان أحمد داش والفنان عصام عمر. والمسلسل محقق مشاهدات عالية ونجاح كبير لحد دلوقتي. كمان هيكون معانا مسلسل مليحة، اللي هيشارك على 3 من قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، وهم قناة الحياة وقناة أون وكمان قناة CBC. والمسلسل هيكون من بطولة الفنانة ميرفت أمين، وهيشارك معاها الفنان دياب ومجموعة كبيرة من النجوم. وسادس مسلسل معانا في القايمة هو مسلسل بقينا 2، اللي هيكون من بطولة الفنان شريف منير، وهتشارك معاه في البطولة الفنانة رانيا يوسف. والمسلسل هيكون ضمن مسلسلات قناة CBC، وهيكون بديل لمسلسل سر إلهي اللي من بطولة الفنانة روجينا. وكده يكون استعرضنا معاكم المسلسلات اللي هتتذاع في النص التاني من شهر رمضان. ما تنساش تقول لنا في التعليقات ايه رأيك في مسلسلات رمضان اللي اتذاعت لحد دلوقتي. وكده يكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. يا رب ما نكونش طولنا عليكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.